كالعادة هاجت الدنيا وماجت بعد أن أعلن حسام حسن أسماء ال 24 اللي هيمثلوا منتخب مصر في مباراتي أثيوبيا وسيراليون في كأس العالم. وكالعادة أسئلة كتيرة جدا جدا. هو ليه ما ضمش إمام عاشور وهو يعني من أفضل المواسم وهداف الدوري؟ ليه ما ضمش حسين الشحات وهو يعني الجناح اللي بيعتمد عليه الأهلي بشكل كبير؟ وهو أحمد حجازي خلاص ما عادش هيشوف المنتخب. أعتقد دول اكتر ثلاث اسماء الناس بتتكلم فيهم. لو رجعت للثلاث اسماء دول هتلاقي ان الثلاث اسماء دي ليها مواقف لا تشجع من وجهة نظر حسام ان هو يعتمد عليهم في المرحلة القادمة، لان هم يمكن يعني خرجوا من المعسكر بشكل غير مقنع لحسام في المرات التي تم استدعائهم اليها. ده اتصور ده السبب الرئيسي اللي حسام بيتعامل معاه من منطلق ان لاعب من منتخب مصر لازم يكون عايز ويبقى عنده الاصرار وعنده العزيمه وعنده حب التيشيرت منتخب مصر اكتر ما بيحب فانيله النادي بتاعته. اعتقد دي كلها اهداف حسام حسن نفسه لما كان لاعب كان بيطبقها على نفسه. دي اذا كانت هي الاسباب اللي الثلاثه ما دخلوش المنتخب حتى الان. واعتقد انه انضمامهم في المستقبل مش هقول صعب او مستحيل، ولكن عايزه جهود كبيره عشان كل واحد فيهم يحط رجل داخل منتخب مصر. شكرا لحضرتك.